السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أسيل وأسينات. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلى الله على سيدنا محمد في الآخرين، وصلى الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى عليه في كل وقت وحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. عليك يا سيدي رسول الله. أصبحنا في زمن الرويبضة، يتكلم فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن، وده الزمن اللي النبي عليه الصلاه والسلام حذرنا منه، اللي قال فيه الرويبضه يتكلم فيه يؤتمن فيه الخائن ويكذب فيها الصادق. واصبحنا في ايام لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، واصبحنا في ايام يهان فيها العلماء ويهان فيها المسلمين ويهان فيها كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله، او دافع عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او استنى بسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. عندما نرى في هذا الزمان أن الشيخ محمد متولي الشعراوي يهان على إيد ممثلة أو على إيد أي حد من الفنانات اللي الواحد يستحي أن يذكر أساميهم أو يقول فلانة الفلانية أو كده، لأن والله يستبرئ لساني أن يقول فلانة الفلانية عابت أو شامت أو قالت عن الشيخ محمد متولي الشعراوي. من محمد متولي الشعراوي اللي يعمل له مسلسل قدم إيه لمصر؟ الشيخ محمد متولي الشعراوي قدم إيه لمصر عشان تعملوا له مسلسل؟ عمل ايه عشان خاطر تعملوا له مسلسل؟ ازاي تكلفوا مسلسل بالحجم ده انكم تعملوا مسلسل للشيخ محمد متولي الشعراوي؟ وده عالم من علماء الامه. الشيخ محمد متولي الشعراوي مش محتاج مسلسل ولا حاجه. الشيخ محمد متولي الشعراوي عنده فيديوهات الناس كلها تسمعها، عنده تفاسير للقران الكريم، عنده راجل بسم الله ما شاء الله بسط القران، شرح القران بطريقه بسيطه، وصل المعلومه للناس في هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده هذا الرجل إيمان بالله سبحانه وتعالى ويقين، وتفكر في القرآن وآياته وفسره بطريقة مبسطة حتى وصلت إلى الناس جميعا وحبه الناس، والناس كلها بتترحم عليه وتقول رحم الله الإمام محمد متولي الشعراوي، ورحم الله الإمام دائما وأبدا. ودايما بنقول الله يرحمه ويسامحه. من يوم ما مات وتحس إن الخير جل في مصر، من يوم ما مات وتحس إن كل حاجة حلوة ماتت. ولكن احنا بنقول للممثلين انت قدمت ايه لمصر؟ انت قدمت لنا ايه غير الاعمال السيئه اللي بتبقى في قبرك وهتتحاسب عليها لما يعرض المسلسل بتاعك او يعرض الفيلم اللي انت فيه جايه فيه بلقطات اباحيه او لقطات خارجه عن الدين والمله؟ اديك بتاخدي ذنوب وسيئات، والشيخ محمد متولي الشعراوي يكتب له الحسنات. فهذا هو العمل الصالح الذي تركه الشيخ محمد متولي الشعراوي، صدقه جاريه، علم ينتفع به، رحمات تصله في قبره. هذا ما يصل الشيخ محمد متولي الشعراوي. ايه رايك في الشيخ محمد متولي الشعراوي يا حاج صلاح؟ راجل من العلماء الكبار الممتازين رحمه الله، راجل على علم، وراجل فيه كل صفات الحلم. اللهم صل على النبي. راجل بيفسر القرآن بطريقة مبسطة، وبيعرف العالم والجاهل، يعني راجل طريقته مبسطة في تفسير القرآن. اللهم صل على النبي. فده راجل يعني رحمه الله، واحنا المفروض نرحمه عليه في كل وقت وحين. لانه راجل يعتبر من العلماء اللي ربنا بيبعثهم على راس 100 كل سنه، اللي احنا مستنظرين واحد زيه يجي. العلماء الربانيين. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وهذا احنا بندافع عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن هو مش محتاج دفاع مننا ولا حاجه، ولكن احنا بنعرف الناس ان النهارده يؤتمن الخائن ويصدق الكاذب، واصبحنا في زمن الرويبضه. فاحنا بنقول يا رب يا رب يعود الاسلام من جديد، ويا رب يجينا اللي زي الشيخ محمد متولي الشعراوي، ويا رب تعود مصر للخير وتعود لها كل حاجه حلوه ان شاء الله، ومصر ان شاء الله تتن بخير واهلها ان شاء الله يتنوا بخير. وعشان ما نطولش عليكم هنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تدعوا لإخواتكم في فلسطين. قولوا آمين يا رب العالمين.